ليه الدول ما بتطبعش فلوس كتير تحل بيها مشاكلها الاقتصادية وتدي الناس فلوس كتير ومحدش يبقى فقير والدولة كلها تبقى غنية؟ وايه هيحصل لو مصر مثلا طبعت فلوس كتير ووزعتها على الشعب كله؟ هل البلد مش قادرة تعمل ده او خايفة لنفسه؟ بس عايزين نفهم ليه مصر ما بتعملش كده او اي دولة في العالم ما بتعملش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقة جديدة في قناتنا حدوتة اقتصاد. بس قبل ما نبدأ صلي على سيدنا محمد وهاخدك في جولة سريعة ليه أي بلد ما بتعملش كده. أقول لك السبب في كلمة واحدة ومختصرة وسهلة، وهو التضخم. إيه هو التضخم؟ هو الزيادة في الأسعار. يعني كل الناس هيكون معاها فلوس وكل الناس هيبقى معاها الجنيه مثلا تمن الحاجة اللي انت عايز تشتريها من السوبر ماركت، فطبعا سعر الحاجة اللي بجنيه هيعلى ومش هيخلي أي حد يعرف يشتريها، فبدل ما تلاقيها بجنيه هتلاقيها مثلا بمليار جنيه، اللي برضه هتبقى بتجيبه بصعوبة. الصعوبة مش هتكون في انك تجيب المليار جنيه بس، لا كمان هتكون في انك ازاي هتشيل المليار جنيه عشان تجيب الشوكولاتة اللي انت عايزها مثلا. الموضوع ده في حاجة بسيطة. شوف لو انت عايز تشتري عربية هتكون بكام، وهيبقى التعامل حرفيا والفلوس هتفقد قيمتها والثقة فيها. ومن اهم صفات العملات هي الثقة، انك عارف ان الورقة اللي معاك دي هتعرف تديها لغيرك مقابل الحاجة اللي انت عايزها. فما دام فقدت الثقة دي خلاص هيتم وقف التعامل بالعملة، عشان العملة مادام وصلت للمستويات دي تضخم ملهاش غير حل انك تلغيها وتعمل عملة تانية. والمانيا بعد الحرب العالمية الاولى عملت كده، وده اضطرها لانها تغير عملتها، لان في الفترة دي ارتفع مستويات التضخم وكان في مجاعات في ألمانيا. وبعدها اتغيرت الحكومة الألمانية، وبرضه اتغير رئيس البنك المركزي الألماني وغير العملة بعملة جديدة، وده كان سبب لأن ألمانيا تقوم مرة تانية واقتصادها يرجع أقوى لدرجة إنها تبدأ حرب عالمية تانية كأنها ما كانتش لسه خارجة من حرب عالمية وبحر ديون ومجاعات. وده يبين لك إن قرار اقتصادي واحد ممكن يغير وضع دولة من بلد واقعة لبلد اقتصادها قادر يدخلها حرب قصاد القوى العظمى، لا وتكون كمان هي الأقرب إنها تكسب. وقرار واحد غلط برضه يدمر بلد تاني، ويبين لك أهمية التفاصيل في السياسة والاقتصاد وارتباطهم ببعض. والتفاصيل الصغيرة دي هنبرزها هنا وهنتكلم عنها هنا في قناتنا حدوتة اقتصاد. ما تنساش لايك وسبسكرايب، القناة جديدة ومستني دعمكم عشان تكبر بيكم. وأي موضوع محتاج تعرف عنه حاجة كومنتس، وما تنساش شير ولايك للفيديو يا صديقي.